النشيد الوطني بالرغم من ان ما كانش فيه اعتراضات من عدد كبير من النواب او اغلبيه؟ يعني كما قلت بداية الجلسة بدأ بوقفة تكريما وتحية ودعاء وترحما بالشهداء الثورة المجيدة. يعني ربما البروتوكولات البرلمانية لا تجعل نوع من مثل هذه الأناشيد داخل القاعة، لكن مؤكد أننا غدا سنكون أمام توصيات عملية في التعامل مع ملف حقوق الشهداء والجرحى والمصابين. يعني الروح العامة هي أن هذا البرلمان هو من سيستكمل مسيرة الثورة، هو من سيحول المطالب كما قلت إلى إجراءات. إذا كنا نتحدث عن محاكمات. أستاذة بسنت، عايزة أسأل سؤال محدد وواضح. هل هناك من يستنكف؟ أستاذة بسنت، عايزة أرجوك تنقلي السؤال نصا للدكتور البلتاجي إذا كان ده ممكن، إذا كنت سمعاني. الدكتور البلتاجي رجل فطن، شاوري له إنه في سؤال أو مقاطعة. ليعدل بنود هذه الموازنة، ليعبر عن العدالة الاجتماعية، وهكذا الجميع يستشعر أن هذا برلمان مطلوب منه أن يستكمل مسيرة الثورة وأن يحقق مطالبها من خلال إجراءات واقعية. نعم مدام منى. أنا عايزة أسأل الدكتور البلتاجي بشكل واضح وأتمنى أن تكون إجابة واضحة. هل هناك في البرلمان من يستنكف أن يغني النشيد الوطني؟ مدام منى تعيد السؤال مرة أخرى. هل هناك من يستنكف غناء النشيد الوطني داخل البرلمان؟ لا أظن أن هذا يعني طرح بهذا المعنى، ولا أظن أن هناك قضية إنكار لغناء في ذاته. يعني لكن يعني هل هذه الطقوس مناسبة أن تكون تحت قاعة البرلمان، أم يجب أن يكون هذا ضمن احتفالية يقيمها البرلمان لجميع أسر الشهداء ولجميع الجرحى والمصابين في الثورة المجيدة؟ ربما سيكون هذا مطروحا في خطوة لاحقة. نسيت أقول يا أستاذة منى أن من العلامات البارزة في اليوم هو رسالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي أعلنت بلغة واضحة قاطعة الدلالة على أن المجلس العسكري قد سلم اليوم السلطة التشريعية والرقابية كاملة غير منقوصة لمجلس الشعب المصري. وهذا ما يعني بأن نحن اليوم أمام بداية استلام السلطة وانتقالها من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة. اليوم نتحدث عن برلمان يستلم السلطة التشريعية والرقابية، وكما قال رسالة المجلس العسكري أننا نتطلع إلى أن يأتي الرئيس المنتخب في وقت قريب أمام تحت قبة البرلمان ليعلن إتمام استلام السلطة وانتقالها من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة برلمانا وحكومة ورئيسا. هو دكتور ربما يكون إصرار أستاذة منى على سؤال النشيد الوطني إن ده حصل في البرلمان التونسي، يعني وتونس سبقتنا في الثورة، فهي ربما تكون بتركز على هذا السؤال من أجل هذا، فتعليق حضرتك؟ يعني هو اقتراح جميل نعرضه على الزملاء في الصباح، وإذا كان هذا يعني يضعوه داخل برنامج التعبير والاحتفال والاحتفاء والتكريم للثورة المصرية العظيمة ولشهدائها ولجرحاها ومصابيها ولتضحيات الشعب المصري التي صنعت هذا البرلمان وصنعت هذه الخطوات في بناء مصر على نحو جديد، فهو اقتراح مشكور منك ولفتة جيدة تنقليها عن برلمان تونس مثلا. شكرا جزيلا سيدي. شكرا جزيلا للنائب دكتور البلتاجي، شكرا على وقته ويمكن تأخره معنا. أشكرك بسنت شحاتة، شكرا جزيلا من أمام البرلمان بعد يوم عصيب. الحقيقة هي يمكن ما تكونش مسألة عملية، انما انا في حيره الان. يعني فكره النشيد الوطني انا لا اعتقد انه مقترح، واشكر اجتهادك كمان بسنت، انما ده ما كانش له علاقه بتقليد او محاكاه ما حدث في البرلمان التونسي. اعتقدت انها من المسلمات، ولا اعتقد ان النشيد الوطني يستدعي ان نقوم باحتفاليه لنغنيه. لما بنقف في طابور الصبح، لما كنا بنغني بلادي بلادي، ما كانش بقى في احتفاليه ولا حاجه. لما في اي محفل، لما بنعلي بطريقه ما واحنا بنرفع العلم وبنغني بلادي بلادي، دكتور محمود، هي جزئيه غير عمليه، بس
بس فكره اللف والدوران حواليها فيها كده نوع من الريبه. خلاص نقدم اقتراح بقانون ونعمله باعتبار ونعمله كده. قانون ايه يا دكتور محمود؟ بكره اعملها لك ممكن. يا دكتور محمود اقتراح لا هو قال لك هو يعني جاب بيقول لك التقاليد البرلمانيه، العرف وزي ما قلت لك له مفاهيم معينه، يعني مش التقاليد البرلمانيه لا تسمح بهذا. واذا هيقولوا لك ده هو ملعب كره بلادي ولا مدرسه ثانوي، لا، البرلمان فيه امور اخرى، وهتبص تلاقي هيبدا بعد كده بحاجات هتعجبك ان شاء الله. انا هقف بكره اقول بلادي بلادي وانت ترد بقى عليا. يعني انا متاكده انه اي نائب على حده لو سئل يا جماعه احنا بنغنيه في المدرسه، ده جزء من تكوين الوطنيه، ان انت تعرف عن تاريخ بلدك واول حاجه بتتعلم رسمها هو علم بلدك. ايه انا متلخبطه شويه، انا متلخبطه ويبدو ان في شيء. لا لاحظت برضو يعني تدعيما لفكرتك ان فعلا حضرت انا في نقابه الصحفيين بعض يعني اللقاءات العاصفه وبالغضب كانوا يبداوها فعلا في لا دي بلاد صحيح، وبتدي لهم من الحماس العاطفي والفكري الاثنين بيلتقي. خلاص ده نظر موافقون، انا موافقون. مالك سرحتي كده؟ يعني لم ارتاح، لم ارتاح يعني ما استريحتش، لانه هي كانت جزئيه يعني. لا هي ما هياش جزئيه كبيره ولا هي جزئيه مؤثره، بس بتقولي كلمت الدكتور اللي كتب فيها. الحقيقه انا معلوماتي انه دكتور الكتاتني كان مرحب جدا يعني بالمساله دي، معلوماتي بتقول كده. انما مش فاهمه ومش قادره اصدق ان احنا ممكن نتكلم في الموضوع ده بهذا الطول، ندخل لدرجه اللغط يعني، مع حاجه مسلمات يعني حاجه زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي جدول الاعمال. اتمنى ان بكره المساله دي كده يعني تنتهي او تذوب، لانه كمان ان شاء الله. طيب احنا معانا اجواء من خارج مبنى مجلس الشعب.